يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن بعض الشباب من إحدى الدول العربية. نعم. وقد صدر قرار عندنا يقضي بحلق اللحية لكل من له لحية، فيؤمر بذلك أو يفصل من عمله إذا لم يحلقها، فماذا نفعل وفقكم الله؟ لكن صدر قرار الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1426 سنة بقوله أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرسلوا اللحى. وصدر قراره صلى الله عليه وسلم بقوله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فليس الرزق مقصورا على هذه الوظيفة، اطلب الرزق في غيرها مما لا معصية فيه. نعم. سائل يقول أرجو منكم حفظكم الله بيان خطورة حلق اللحى وإسبال الثياب والقزاء، وقد أثرتم إلى شيء من هذا. قولوا يتحايلوا اسألوا في الجرائد الله يهديكم. وضع حلق اللحى حرام كبير من الكبائر، والرسول يقول وفوا اللحى وأفوا اللحى، احفوا الشوارب. هذا يحلق لحيته ويفشل شعره معاكس لتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم. يتبع من؟ هذا متبع لمن؟ خطيرة جدا جدا. يعني نفس العقلية اللي قامت عليها هذه العملية أخطر من نفس العملية، لأنه على أي نظرية تحلق لحيتك ولا يسأل تحلق لحيتك وتسمع النصائح الرسول يقول كذا قال كذا، وكبيرة من الكبائر. شبه بالنساء، شبه باليهود، شبه بالمجوس. ايش تبغى يا أخي؟ ايش مرة يا أخي؟ هذا تقدم. يعني حلق اللحى رجعية، تجري اللحى رجعية. الرجعية حلق اللحى، الذي يحلق اللحى يسبب الكفار. والرجعي هو المتخلف، هو ضعيف العقل يا إخوان. أهل اللحى فتحوا الدنيا وسادوها وحكموها، عرفتم؟ وأهل اللحى هم اللي ضيعوا بلاد الإسلام، الحلاقين هم اللي ضيعوا بلاد الإسلام والمسلمين، هم المتخلفون الرجعيون. تفضل. يقول السائل هل يجوز طلب العلم على يد رجل من أهل السنة وهو حليق اللحية؟ إذا كان صحيح الاعتقاد وعنده علم شرعي يؤخذ منه العلم وإن كان حليق اللحية، ولكن مع بذل الجهد في معالجته ونصيحته، فلعل الله عز وجل يصلح شأن الأستاذ بسبب دعوة تلميذه له ونصيحته له وعرض الأدلة عليه على سبيل الانفراد. هذا إن قبل منه ذلك استمر وكان له الأجر، وإن أبى أن يقبل النصيحة وهو محتاج إلى أخذ العلم عنه فلا حرج مع الاستمرار في النصيحة. وإن وجد غيره من أهل السنة ممن يعفي لحيته وممن هو مستقيم استقامة على مراد الله ونهي رسول الله، يفرق المجاهر بالفسق ويعمد إلى من يحترم دينه والسنة الكريمة. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز دفع المال من أجل الخروج من العسكرية، ذلك لأن فيها حلق اللحية؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو كان من الولاة لا يطاع، بحيث لا يجوز للجندي من أجل الجندية أن يطيع الوالي في حلق لحيته أبدا، بل يخرج ويطلب الرزق من طرق الحلال ويفتدي بنفسه من ماله لا حرج. نعم.